يا مساء الفل. الصبح سمعنا ان الذهب عالي وان سعر الأنثى العالمية عليت وكلنا قفشنا واكتئبنا كده كستات، بس لا، جات لي انفيتيشن تخلي بقي من هنا لهنا من الجمال والسعادة. ان ما في بازار يوم الخميس والجمعة اللي جايين موجودين في ماكسيم مول اللي هنا، يعني انا هشوفكم قدام بيتي كده هنا على الله حد ما يجيش. بس عايزه اقول لكم بعتلي انفيتيشن فظيعه ونازلين باقوى العارضين اللي موجودين بس بخصومات قويه جدا برضه. بصوا الانفيتيشن، هو عاملين سيل ماركت يوم 26 ويوم 27 اللي هم الخميس والجمعه اللي جايين في ماكسيم مول، ومعاهم ديزاين ومعاهم لاب كوزماتيك ومعاهم عصير بيتي. طبعا عصير بيتي معروف، ديزاين منتجات سكين كير معروفه برضو، ولاب دي تحتيها كذا لاين بتاع سكين كير. الانفيتيشن جامده جدا يا جدعان، هنفتحها كلها بالتفاصيل نشوف جواها ايه. يلا بينا. من العارضين اللي هيكونوا موجودين في مافي بازار هو هيلثي سبريد. هيلثي سبريد ده للناس اللي بتفكر تعمل دايت زي حالاتي بس طول الوقت بتبقى عايزه حاجه مسكره، فهو محقق لك المعادله. دي كريمه شوكولاته، انا دي كريمه شوكولاته انا دقتها قبل كده، طعمها حلو جدا وهو مكتوب عليها شوجر فري اهي تحت هنا، تمام. فكل الناس اللي بتفكر تعمل دايت هم عندهم منتجات كتيره جدا تعوضك عن احساس عامل المعادله ومحقق المعادله. لكل الناس اللي بتفكر تعمل دايت تتفرج على المنتجات بتاعتهم، عندهم حاجات حلوه جدا. دي بقى انا اول مره اشوفها، مش عارفه طعمها بس متهيألي هيبقى خطيره لان انا اصلا بحب الاسبريسو. هي شوكليت اسبريسو معموله بالاسبريسو، انا لسه ما دقتهاش بس هدوقها واقول لكم رايي. فهم هيكونوا موجودين في المعرض ونازلين بكل منتجاتهم. من الشركات المهمه جدا اللي هتبقى موجوده في البازار شركه ليب كوزماتكس، وللي ما يعرفش هي شركه تحتيها كذا لاينز من الهير كير والسكين كير، وبعتلنا حاجات حلوه قوي فتعالوا نتفرج عليها. اول حاجه معانا هي ميلا تايم، ده سان سكرين جل ودرجه الحمايه بتاعته 50. الحلو فيه انه هو عباره عن جل مش كريم بيسيب خطوط بيضه وحاجات كده على الجلد. كمان تقدري تحطيه قبل الميك اب، لو انت خارجه الصبح رايحه الجامعه رايحه الشغل فتقدري تحطيه قبل الميك اب لانه هو عباره عن سان سكرين بس جل. يعني خلينا نشوف شكله كده. بصوا هو عباره عن جل شفاف كده. تعالوا نشوف برضو هيمتص في قد ايه. مفيش يا جماعه ثواني لثواني اهو، مش سايب اي حاجه فيها دهون. بشرتي ناعمه جدا، مش حاسه ان انا حطيت كريم اصلا. فتقدروا ده تحطوه كبيز تحت الميك اب عشان برضو يحمي بشرتكم من اشعه الشمس. تاني حاجه معايا هي دير رول اون. لما باجي ادور على مزيل عرق زي اي حد في الحر اللي احنا فيه ده بدور على كام حاجه كده معينه. اولهم ان ريحته تبقى حلوه وانها تقعد وقت طويل وانه يمنع العرق وانه يفتح في نفس الوقت، وده فيه كل حاجه. ده هو ده بريحه اللافندر، في روايح كتير منه بس انا مستخدمه ده قبل كده بجد خطير يا جماعه. اكتر حاجه ان هو اكتر حاجه حلوه فيه ان هو بيسد معاكي بره البيت. يعني انت مهما اتحركتي ومهما كنتي في الشغل في الجامعه هو مكمل معاكي، كل ما تتحركي كده ريحتك باينه لان هو قوي جدا اولا. ثانيا هو بيقعد مده، يعني هو مش بيروح. لو انت مثلا قضيتي اليوم نص اليوم بره فلا هترجعي تلاقي ريحتك حلوه جدا. ده بريحه اللافندر. تقدروا تشوفوا الروائح الثانيه. ومعانا منتجات هير كير، ده رود تو اند. دول هيبقوا موجودين معانا برضه يا جماعه في البازار عشان باكد عليكم يوم 26 ويوم 27 الخميس والجمعه اللي جايين في ماكسيم مول مافي بازار. هيبقى فيه كل المنتجات اللي انتوا شفتوها معايا دي. وده سيرم للشعر بيحافظ على الشعر من التلف ومن الهيشان، في ارجان اويل. موجود كمان تويست اند جو، اللي جرب الشامبو والبلسم بتاعه هيعرف انا بتكلم عن ايه. بتكلم عن منتج بيخلي الشعر صحي طول الوقت، يعني باين ان شعرك مترطب، باين ان شعرك طبيعي. كمان اللي بيعملوا الوان زي حالاتي كده طول الوقت شعرهم متقصف او مجهد او بتحس ان انتوا عايزينه يبان طبيعي، بيلمع في الاخر لما يتعمل يبان ان هو بيلمع مش مجهد من الالوان دي. فده اللي بيعمل كل الكلام ده. انا هقول لكم على حاجات بس كده فيه تعرفكم هي بترطب الشعريه قد ايه. مبدئيا الجوجوبا اويل موجود فيه زيت الحيه وموجود فيه زبده الشيا، فده حاجات بتخلي دايما الشعر كده معمول له فعلا زي ما هو كاتب ليف ان. يعني تحس ان دي حاجات بترطب الشعرايه بتعمل عليها كفر كده، فهو غني عن التعريف وناس كتير اكيد مجرباه وعارفه الاحساس ده اللي انا مش عارفه اوصله. انا بحس ان شعري عامل ازاي. كمان شركه ديزاين اللي هتبقى معانا في البازار يوم 26 ويوم 27 فيها كل المنتجات بتاعتها هتلاقوها موجوده في ماكسيم مول الخميس والجمعه اللي جايين.
طبعا الرول اون بتاعهم الغني عن التعريف، معروف ل 90% تقريبا من البنات قد ايه هو الناس اللي بشرتها حساسه هو بيهدي البشره من برده من ريحه العرق، بيمنع ريحه العرق، ريحته حلوه جدا. فناس كتير قوي مجرباه، فتحسوا ان الكلام عنه كده يعني شهاده مجروحه. ده من الحاجات اللي شهادتنا مجروحه فيها تقريبا بجد 90% من البنات عارفه ريحه الرول اون بتاع البيز لاين ده، وقد ايه هو بيفتح برده المنطقه دي. لان انا لما بستخدم حاجات بحب استخدم حاجات بتفيدني كريحه وبتفيد جسمي كمان، فده برده من الحاجات اللي بتعمل عنايه بالبشره وبالمكان ده كويس جدا. عايزه اقول لكم ان شركه بيتي للعصائر برده موجوده في مافي بازار يوم 26 و27، يعني هنجرب اي عصاير جديده هم عاملينها علشان نجرب وندوق ونشتري، معروفه يعني. فما تنسوش ان البازار ده هيبقى قوي جدا، الخصومات اللي فيه قويه جدا، العارضين نازلين زي ما قلت لكم، في جولري، في اكسسوارز، في نظارات، في حاجات، في شنط، في حاجات كتير جدا، وكلهم نازلين بخصومات حلوه قوي. وانا كمان هبقى موجوده هناك، وده اول مره احضر بازار، فعايزه اشوفكم عشان نتكلم براحتنا عن كل حاجه انتوا عايزينها ونتصور مع بعض. قابلكم ان شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعه اللي جايين، يوم 26 ويوم 27 في مافي بازار في ماكسيم مول. باي باي.